النهارده هنتكلم عن الصياح الغريب اللي بتمارسه تركيا على المستوى الداخلي. طبعا احنا ما بنتكلمش في اي موضوع غير مؤثر على امننا القومي في منطقتنا العربيه. في صياح على مستوى الجبهه الداخليه ما بين الحكومه والمعارضه، وعلى جبهه اخرى في تهديدات مستمره من النظام التركي، الكيان الصهيوني. على الجانب الاخر في صمت واضح من النظام في مصر فيما يتعلق بما يدور في المنطقة. تهديدات أردوغان وما يحدث في داخل تركيا طبعا وراءه دعم كبير جدا. المقصود منه الانتقال بهذا النظام، انتقال انتقال بهذا النظام التركي من فرض الأمر الواقع بالنسبة للدولة التركية ومحيطها السوري، اليوناني، الأذربيجاني. فعلينا أن ننتبه وعلينا أن نرى المشهد بشكله الحقيقي. الصمت المصري وراءه العديد من الأمور سنقوم بتحليل بعضها بما لا يضر بالمصالح السياسية والأمنية للدول اللي بنتكلم عنها. طب يعني احنا بنعمل ده ليه؟ اللي بنعمل ده عشان مثلا الناس رفقة الكلاب هاوس؟ لا طبعا، بنأكد ونأكد ونأكد إن احنا وجودنا على الكلاب هاوس الهدف منه إيصال رسائل للآخر، إرسال رسائل لعدونا. طيب ما هو انت بتتكلم عن سياسات ومش ده مش في دي عدوك يعني ضد الأنظمة اللي انت بتقول انك بتحافظ عليها؟ لا، الموضوع مش كده خالص. موضوع ان أنظمتنا بتتخذ بعض التدابير. احنا من وجهة نظرنا في الأمن القومي الموازي بنرى أن هذه التدابير أحيانا بتصب في مصلحة أمننا القومي، وأحيانا يبقى القائم على دعم القرار السيادي واخد خطوة في اتجاه يضر بالأمن القومي. طب انتوا فيما يسمى بالأمن القومي الموازي معالجتكم للموضوع ده مش تسيبوا الناس تشوف شغلها؟ احنا سايبين الناس تشوف شغلها، ولكن المفارقة ان احنا من بدايتنا حتى اليوم دايما مناهجنا في التفكير سواء على المستوى السياسي الاقتصادي أو على أي مستوى تاني تخطط دائما مستوى أداء الأنظمة. هنا الموضوع مش موضوع ذكاء، هنا الأنظمة شغلة نفسها بأمور نحن نرى في الأمن القومي الموازي أنه على الأنظمة أن تتفرغ لما يحدث الآن وأن لا تتفرع بحكم أنها تقبض على كل الأمور وتهيمن. هذا الكلام غير حقيقي، وده في كل أنظمة المنطقة من تركيا لحد جنوب السودان، ومن سلطنة عمان لحد جزر الكناري. لهذا نخرج كمتحدثين باسم الأمن القومي الموازي لنقول رأينا
والذي لطالما كان هو الرأي السديد وفقا لكل النتائج التي حدثت عمليا على الأرض في منطقتنا العربية. كانت رؤانا أفضل بكثير من رؤى الأنظمة، وقلنا إن هنا إحنا بنعذر الأنظمة والمؤسسات الرسمية لأنها مكبلة بالعديد من الاتفاقيات، سواء منها الظاهر أو الباطن. يعني في مشكلة كبيرة جدا تمنع المؤسسة الرسمية، تمنع إدارة الحكم في كل دولنا من أنها تنطلق كيفما تشاء وأن تعمل سيادة حقيقية على أراضي دولنا. بنخرج بيبقى فيه إشارتين، بنقول للآخر نحن نراك، نعلم ماذا تفعل. الآخر يعني العدو. نحن نراك، نعلم ماذا تفعل، نعلم بمخططاتك. كمان بنوجه رسالة لأنظمتنا العربية دون الخوض في الدخول في ما يحدث في بلداننا العربية. بنأكد لدواوين الحكم أواوين الحكم أننا نرى الدنمة، نرى من يعملون داخل ستار أواوين أو دواوين الدول في الدوائر الأولى، الدوائر الخطيرة. نرى الدنمة. قلنا قبل كده نقصد بالدنمة للتمثيل بمن أسقطوا السلطان عبد الحميد. هم كانوا من أقرب الأقربين وكانوا ملتصقين بالسلطان لفترة طويلة جدا، ثم حينما أخذوا القرار خلعوا السلطان وجردوه من كل مناصبه وسقطت الدولة آنذاك. هناك دنمة موجودين في كل الدول العربية، في كل أواوين ودواوين الدول العربية، في كل مؤسسات الدول العربية، المؤسسات العليا، مؤسسات الحكم. بنخرج دايما علشان نلمح لأماكن الفساد، وبنعكف عن التسميات، وبنعكف عن الرتب أو المسميات الوظيفية. لكن بنشير النهاردة، لعل الوقت بس يكفينا، الوقت اللي احنا مقدرين له الغرفة. النهاردة هنتكلم عن حاجات في مصر احنا شايفينها دلوقتي، وهنتكلم برضو عن الزيارة الخاصة بالرئيس الأركان التركي لجمهورية مصر العربية، والفكرة التي نراها. وهنتكلم عن التراجع اللي بدأت الأنظمة العربية وبالذات الخليجية طبعا بأصحابها بعد ذلك. يعني الفتور ده اللي بيحدث في الأنظمة العربية بمجرد الهدوء اللي أمريكا بتدعيه. طبعا الضرب كل يوم شغال في الخليج، طبعا التمثيلية شغالة لا تنتهي، ولكن العرب يعني حتى لو قلت له بالكلام نام هانئا يقول لك كتر خيرك، كفو، حتى لو كان الضرب فوقيه. مشكلة كبيرة جدا بنعاني منها وحلها صعب، حلها صعب. ده يعني الدكتور جمال حمدان فسر في الموضوع ده كتير قوي، في موضوع مصر والعروبة والعرب والكيانات العربية ودول البترول والكيانات الهشة. النهاردة هنتكلم في مدى تنازل دول الخليج عن أي سيادة أو أي قيمة على المستوى الرسمي. فاسمحوا لنا نبدأ دقيقة واحدة ونبدأ.
بحاول الاقي مكان في الفندق اللي انا فيه يكون الصخب فيه اقل، لكن يعني انا بدات افتح الغرفه وانا في الريون، يعني في الممر اللي ما بين الغرف، عشان كنت محدد لها الساعه 7 يعني. وربنا يسهل ما يكونش فيه ضجيج يعني مؤثر كتير على صوتي. لو في حاجه زي كده من فضلكم اكتبوا لي. هنبدا زي ما قسمنا الغرفه بما يحدث في تركيا. ما يحدث في تركيا هو مؤثر تأثير مباشر على أمننا القومي العربي في منطقة الشرق الأوسط. ما يحدث في تركيا مؤثر بشكل كبير على مواردنا القادمة عبر خليج البوسفور، أو عبر مضيق البوسفور. البوسفور ليس خليج، إنما هو مضيق يربط بحر إيجا بالبحر الأسود. ما يحدث في تركيا إن غضضنا الطرف وتركنا تركيا وحدها، هناك مخطط لإنهاء وجود هذه الدولة، والمخطط ده مشروط به قيام دولة الهيكل الثالث، لأنه لا يمكن أن تكون تركيا هي الحد الشمالي لهذه الدولة. ستعمل دائما الدولة الصهيونية على تغيير نظام الحكم داخل تركيا، وإذا احنا كعرب ما خدناش بالنا من الكلام ده، خسارة تركيا أو الضغوط على تركيا بما يغير من سياستها الحالية إلى أي شكل من أشكال السياسات الأخرى سيؤثر بشكل كبير جدا جدا على ما تبقى من دولنا وما تبقى من مواقفنا السياسية. بالعربي كده، لو احنا ما خدناش بالنا وبحرص شديد جدا ودعمنا الأمن القومي التركي على وضعه الحالي بسياساته الحالية، فاحنا نبقى بنشتغل مع الصهاينة ضد تركيا. احنا مين؟ احنا العرب. كذلك ما يحدث داخل تركيا ليس وليد الساعة، ولكن هناك تقدم صريح وتسارع بين من المعارضة التركية ومن السياسات الخارجية من دول الجوار والدول الكبرى في مواجهة تركيا. يعني لما حضراتكم تشوفوا ترامب بيقول أنا رايح تركيا وواخد صديقي العزيز أردوغان العضو في حلف الناتو وبيأكد على دي قوي، واخد له العديد من الهدايا معايا وسيكون سعيد. نرجو ان حضراتكم ما تاخدوش الموضوع ده على ان الامريكان هم اصدقاء للاتراك، او ان الاتراك اصدقاء للامريكان. على جانب اخر، ما دام الاتراك مش اصدقاء للامريكان، يبقى الاتراك اصدقاء لمين؟ للروس. ما احنا اتربينا على كده، اذا ما كنتش صديق للامريكان تبقى صديق للروس. الكلام ده كمان مش صحيح، والاتراك مش اصدقاء للروس، والاتراك لا يمكن يبقوا اصدقاء للصينيين. طب ليه الاتراك مش اصدقاء للروس؟ لان هناك جمهوريات تحت الولايه الروسيه المفترض ان هي تركيه، عرق تركي، والمفروض الدوله التركيه بتعمل على ضم هذه الجمهوريات، او بيسموها ايه، الاقاليم السبعه التركيه. طب على مستوى الصين، ما هي الحدود بتاعت الاقاليم دي الشماليه مع روسيا، الشرقيه مع الصين. مالها الجمهوريات دي؟ فيها ميه، فيها منابع الانهار، فيها مياه عذبه كتير. دي مشكله بالنسبه للصين. فلا تركيا من حقها دلوقتي ان تتفاوض في مثل هذه الامور، وثروات الجمهوريات دي الاسلاميه اللي هي تحت الوصايه الروسيه بالقوه، رغم ان هي حصل فيها انتخابات واستقلت، لكن ده كله كلام فارغ. الروس ما زالوا مهيمنين، والروس بيتعاملوا مع المسلمين في هذه الجمهوريات بأسوأ طرق المعامله. الصينيين كذلك بيتعاملوا مع المسلمين في هذه الدول او الجمهوريات
بأسوأ طرق المعاملة، ده غير الإيجور وعليه. يبقى الأتراك حدودهم هم ما ينفعوش بالنسبة للأمريكان بوضعهم في الناتو. في هنا مخالطات ومغالطات فيما يتعلق بالقرار التركي نتيجة وجود تركيا في الناتو. المخالطات والمغالطات دي تتعلق بمين؟ تضر مصلحة الأمريكان. الأتراك لما حبوا يعملوا مستودع للغاز، أتراك لما حبوا يعملوا مستودع للغاز يخدم أوروبا بعد ضرب خط الغاز الروسي الأوروبي أثناء العمليات بتاعة حرب أوكرانيا في البداية. الأمريكان في مخطط ليهم بالنسبة للأوروبيين بيوقعوا بأوروبا. في أسباب للكلام ده، لأن أوروبا هي من دعم ظهور الصين بهذه القوة قدام الأمريكان. أوروبا هي من أحال جميع الأعمال نظرا لرخص العمالة، فنقل التكنولوجيا ونقل كل شيء للصين. فاللي عمل الصين أوروبا، اللي عمل الصين أوروبا. الأمريكان مش ممكن يسكتوا على ده، فانتقامهم من أوروبا كان مثلا واحد منه فصل بريطانيا والخلل الضريبي بالنسبة للمزارعين والكساد اللي أصاب أوروبا نتيجة فصل بريطانيا إنجلترا يعني فصلها عن أوروبا. وبعدين دي خطوة خدتها أمريكا. وبعدين بدأوا في ضرب الدول الأوروبية لما حانت الفرصة في موضوع خط الغاز دمروه، وعانت أوروبا من شتاء مرير وأصبحت مهددة. فلجأ الأوروبيين للأتراك لعقد صفقة مع الروس بأن تركيا تبقى هي المستودع للضخ، ويبقى عندها المخزون الكافي اللي يكفي أوروبا دون ما حاجة أو دون ما توقف. وبالفعل الموضوع ده تم الاتفاق عليه، إن الروس هيصدروا غازهم أو هينقلوا غازهم للأتراك، والأتراك تبقى هي المستودع اللي أوروبا بتاخد منه. المشروع ده ما كملش، تدخلت فيه أمريكا بثقل شديد، واغروا اردوغان. واردوغان لابد من انه كان يرضخ، لان اردوغان بيدعي ان هو بينتج طياره من الجيل السادس، طياره حربيه من الجيل السادس. هو بينتج بس ما بينتجش الموتور. تركيا باعت من الطياره دي، عملت صفقات وهي ما بتنتجش الموتور من امريكا. بدا الامريكان يتوقفوا عن تصدير المواتير الخاصه بالطائرات اللي تركيا باعتها اوريدي لدوله زي اندونيسيا وغيره. وهنا كان لازم اردوغان يتصرف، والا الصناعه بتاعته دي صناعه متقدمه ممكن يعني تصاب بازمه قاتله. فاصبح ما بين اردوغان، يعني اردوغان جه يضغط على الامريكان في موضوع الاف 35 لما امريكا قبل كده رفضت تسلمه له وبتاع، وراح خد المنظومه الاس 400 من روسيا. ده كان ضربه كبيره جدا. ازاي منظومه اس 400 في دوله تبع الناتو؟ ازاي منظومه روسيه؟ كان كده اعلام من تركيا بتقول ان انا بدي ظهري للناتو. يا جماعه لابد انك تكون ملم بالامور البسيطه دي علشان تقدر تاخد رؤيه يعني حتى ولو بسيطه عن المشهد بشكل حقيقي. فتركيا في مصايب كتيره جدا 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 جدا، وبتتشد من الشرق ومن الغرب، والمراد تمزيقها. فهمنا على قدر المستطاع بوصفنا الامن القومي الموازي للدول العربيه، فهمنا قيادات الدول دي ان تركيا بالشكل ده عرضه. وطبعا احنا برضو في الامن القومي الموازي مصرين مش على قد عقول سيادتكم، طبعا احنا مصرين رغم كل ما ترونه ان زلزال مرعش اللي كان فوق شمال لواء الاسكندرونه، الزلزال ده اللي هو رجع تركيا مثلا 20 سنه ورا،
ما زلنا مصرين في الامن القومي الموازي ولدينا المعلومات بان هذا الزلزال مفتعل. تقولوا اللي تقولوه، احنا مش تحت حكم عقلياتكم ولا فكركم للعلوم. كون ان حضراتكم ما انتوش فاهمين مستقبل العلوم دي او حاضر العلوم دي دلوقتي مدى قد ايه، احنا مش مقيدين بافكاركم. في ناس بتطلع تتكلم ناحيه الدين يقول لك لا الزلزال والبركان دول تبع ربنا، كل حاجه تبع ربنا. لا الزلزال والبركان ما حدش يقدر يعملهم، لا بنخصب البركان، بيتخصب وبيثور، تمام، والزلزال بيفتعل بالذات عند التصادم، عند التقاء القشر الارضيه. انت خليك في حالك، احنا بنتكلم الكلام ده على مستوى علوم، على مستوى فهم، على مستوى ادراك لعدونا وقدراته. انت خليك في حالك، خليك في حالك، في حال اعلامك الغبي، خليك في حالك في حال ادارتك الغبيه، خليك في حالك في ان انت ما انتش عايز اساسا تفهم. فانت ان شاء الله معنك فهمت. ما زلنا بنقول، لان بيجي لي في الحته دي كتير اسئله من الناس، ازاي حضرتك يا دكتور بتقول ان الزلزال بتاع تركيا مفتعل؟ ما زلنا مصرين وعندنا الادله. ما بنقولش مفتعل بس لمجرد ان هم عندهم التكنولوجيا دي، الغرب عنده التكنولوجيا دي او الامريكا عندها، احنا بنقول مفتعل. مفتعل لان عندنا كمان معلومات، كمان معلومات. كان في مناورات بتتم في الوقت ده ما بين انجلترا واسرائيل وامريكا في القاعده الانجليزيه، امام القاعده الانجليزيه اللي هي في قبرص، في قبرص. فانت خليك في حالك، انت عايز تفهم، عايز تسمع اسمع، مش عايز تسمع ما توجعش دماغنا معاك. كفايه احنا عارفين انت نتاج تعليم تعبان، وانت مترقب اي مرض ان شاء الله انفلونزا ما عندكش حد يعالجك، وانت في حال اقتصادي وحواليك حراميا كنت حتى قادر تعيش، حواليك حراميه عايزين ياخدوا اللي في جيبك. احنا عارفين انت مين وعايش فين، احنا عارفين مدى تخلف انظمتك العربيه في انها لا بحث ولا نيله ولا علم ولا نيله، اتفاقيات وبس. فمحدش يبعت يسالنا انتم متاكدين من موضوع الزلزال؟ موضوع الزلزال ده ياكد ان انتم ناس مش فاهمه، احنا اللي مش فاهمين. انت عايز تفهم افهم، مش عايز تفهم اسكت، اسكت. احنا قلنا لك من 6 سنين، حكينا لك عن كورونا بكل التفاصيل، كنت بتكذب وبتشتم على الشات وبتلعن على الشات، فانت تخرس. اللي قلناه من 6 سنين على كورونا بالاسبوع لحد النهارده هو اللي ماشي. من 6 سنين قلنا ان جوبتا وفاوتشي دول لصوص وهم الداعمين، واحد اتنين تلاته اربعه، ووصفنا يعني ايه موضوع يوهان، وقلنا إيه ان الفيروس ده اساسا من خلال البحوث الخاصه بمجموعه المارينز، وقلنا المكان بتاعها، وقلنا انتشاره في شمال افغانستان، وقلنا. وانت ولا انت هنا، ده انت لحد النهارده لا تجرؤ تطلع في غرفه، انت اي واحد قاعد موجود معانا لا تجرؤ تطلع في غرفه وتقول الدكتور رياض قال ان كان بيحسب مواعيد الطفرات اللي بتيجي، فانت تسكت، تسكت. لانك كنت بتسكت وانت بتتفرج علينا بشويه بهايم بيعندونا وبيعرضونا وبيشتمونا على الشات، وانت قاعد ساكت برضه، فانت تسكت. ما تتفزلكش في انك تبعت لي اسئله وبعدين تقول لي انا ببعت لحضرتك اسئله ما تردش. بلاش فزلكه، الناس المحترمه بس اللي برد عليها. كفايه، احنا شفنا معاكم 6 سنين يبينوا الشعوب العربيه دي في انهي مصيبه، مش رايحه قاعده، الشعوب دي قاعده في مصيبه، الشعوب العربيه دي. واحنا مكملين مش عشان الشعوب ولا الزفت، احنا مكملين علشان لينا دور كامن قومي موازي، لينا دور مع الاخر اللي هو العدو، ولينا دور مع حكوماتنا الفتيه لازم نقوم بيه. زي ما النهارده كده بننصح وبنقول خلوا بالكم، خلوا بالكم اللي بيحصل في تركيا على مستوى الجبهه الداخليه وعلى مستوى السياسات الخارجيه ده في ثانيه، لان تركيا دوله ديمقراطيه. تركيا ايه؟ دوله ديمقراطيه فيها قانون، في ثانيه ممكن الدوله تنقلب. عرفتوا بيعملوا الديمقراطيات ليه؟ هو بالديمقراطيه ممكن يغير النظام في ثانيه. طب انت بقى مع الديمقراطيه ولا مع اللي احنا فيه في بلادنا؟ لا ده ولا ده. ربنا من فوق 7 سماوات قالوا امرهم شورى بينهم، وامرهم شورى بينهم. ديمقراطيه اردوغان وتركيا دي هي اللي مسببه الفجور، لان الفجور له كلمه وله صوت. هي اللي مسببه القمار اللي واكل كل مكاسب الاتراك من جيوبهم، كلهم بيقامروا. القمار في محلات موجوده منتشره في الشارع قدامي وانا قاعد قدامكم. لو ما دام هي ديمقراطيه بقى، طب لو هي شورى؟ لا،
الشورى حاجه تانية خالص. الشورى دي شورى القران، مش شورى المسيحيه، شورى الكهنه. افيقوا. الشورى اللي بتكلم عنها شورى القران، كتاب الله. ما بتكلمش عن شورى المسيحيه في مجمع قونيا، لان دي شورى ودي شورى. ما بتكلمش عن شورى الفاتيكان وتعيين البابا، بتكلم عن شورى القرآن. لن يبقى على فكرة، لن يبقى إلا شورى القرآن، ولن يبقى على الأرض ليرثها إلا أهل شورى القرآن من المؤمنين. ريحوا نفسكم، ريحوا نفسكم. لو كل العالم تكاتف، كل العالم تكاتف ضد أمر الله سبحانه وتعالى في إن الأرض يرثوها عبادي، عبادي، ما قالش عباد، عبادي. من مين؟ من المؤمنين. وعليه يا حضرات السادة حكام العرب، أمن تركيا الداخلي والخارجي، إذا كنتم عايزين تلعبوا السياسة وعايزين تخرجوا بره الأذرع اللي أنتم بتمثلوها دي، إن أنتم مجرد مفعول به، تركيا ثم تركيا ثم تركيا ثم تركيا حاليا. ليه؟ الوضع التركي متزامن ومتلاصق بشكل غريب جدا مع ما يعد في مصر، داخل مصر وخارج مصر. يعني الخطة ماشية، أيوة الخطة ماشية، يعني صفقة القرن ماشية وبأسرع ما يكون. العرب فرحوا ان ترامب يعني وقف الضرب يومين. ضرب مين؟ هو اردوغان بيضرب، عفوا انا اسف، ترامب بيضرب مين؟ العرب فرحوا ان ترامب وقف الضرب يومين. هو ترامب بيضرب مين؟ هم الصهاينه في سوريا بيضربوا مين؟ ايه اللي في لبنان؟ هو الشرع ده مين؟ احمد الشرع ده مين؟ منين شرعيته؟ لما قلنا لكم ان في ميليشيات، وقلنا لكم انفاق الدول العربيه السري على المعارضه السوريه، ما ربطوش. مش قلنا ان كان في دول عربيه خليجيه واحنا كنا بنتابع في الامارات على الارض من 14 ل 16، بنتابع الدعم وشراء السلاح ونقل السلاح بكل انواعه اللي بتدفع ثمنه الامارات وبتبعته للمعارضه. وقلنا لكم ان احنا هناك شهدنا في الامارات. شهدنا على ايه في الامارات؟ شهدنا على تمويل حكومه موازيه. انا كنت قاعد في وسطهم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضراتكم انا في 14 و15 كنت بقعد في المجلس بتاع الحكومه الموازيه اللي كان بينعقد، الحكومه الموازيه السوريه اللي هي ضد النظام، اللي كان بينعقد في الشارقه، وكان اسمي وليد تحت مسمى مستثمر عقاري. وكان عندي حد من الفرقه بتاعتي معين وزيرا للماليه في ايه؟ في حكومه الظل. طب انتوا مش سوريين؟ لا، اللي كان معايا كان سوري، اللي كان بيلعب معايا كان سوري، بيلعب لصالحي طبعا. طب وبعدين احنا كده اتلخبطنا؟ لا، ما تتلخبطوش، ما احنا كل حاجه في الامن الموازي لازم ندخل جواها. الكلام ده من ساعه ما بدانا. طيب انا عمال على فكره بلف في اماكن عشان اجيب شاحن. يعني بتنقل من مكان لمكان او من بلد لبلد، عندي مشكله، على بال ما اخد يومين 3 اعرف انظم اموري. طيب نشوف يمكن المطعم بتاعهم فيه شاحن ولا حاجه. ده احنا كنا موجودين يعني في وسط الناس اللي كانت بتعمل حكومه موازيه ضد النظام السوري، ودول كلهم كانوا مدعومين في دوله الامارات. طيب
Charger, please. Charger. Okay. Thank you. Where is this unit? Yeah. The unit is charger. Unit power. تمام. Thank you. واخيرا لقينا التشارجر، وكان الشحن 1%. كويس الحمد لله. نقف هنا شويه قبل ما نشحن شويه، بعدين يبقى نرجع الغرفه. وعليه يا حضرات الساده، كانت الامارات بتشتري السلاح، ونرجو اللي هو متابعنا علشان يستفيد بمعلومه، لان الحته اللي جايه دي لما تحطها في معلوماتك تفهم الادوار بتاعت الدول من غير ما تحير دماغك، من غير ما تحير دماغك. الامارات كانت بتشتري سلاح عن طريق الامريكان. ازاي؟ كان في راجل عراقي اشتغل مع الامريكان كخاين يعني، وهم عينوه ان هو يتكسب من خلال ايه؟ من خلال التجاره في السلاح. هذا العراقي تتبعه رجل اماراتي كان مفوض بعمل الكلام ده، كان مفوض بان هو يمول، يعني الفلوس في ايده، ينفق من التمويل. تتبعنا تاجر السلاح العراقي، وتتبعنا الراجل الاماراتي. الراجل الاماراتي كان بيشتغل ساعتها حاجه في الصحه والبيئه، وكان له اقامه في مصر في سيمراميس انتركونتيننتال، اقامه ثابته، كان عنده شقه هناك، وكان عنده فيلا في مدينه من المدن الجديده. شفنا كل العلاقه بالتتبع فيما بين الحكومه الاماراتيه ومن فوضته في ذلك مع هذا العراقي. كان في بعض الصفقات بتتم في مصر، يتم عقدها او الاتفاق عليها في مصر، صفقات تانية كانت بتتم في الامارات، صفقات اخرى كانت بتتم في العراق بمعرفه رجل كان ظل حاكم الشارقه. كان في راجل عراقي من المثقفين، الناس الكبار، كان ظل لحاكم الشارقه. الراجل ده كان ايضا بيعمل في جلب السلاح او الاتفاق على السلاح عشان السلاح يوصل للمعارضه السوريه. الكلام ده معناه ايه؟ من الناس اللي كانت بتتلقى هذا السلاح الشرع، احمد الشرع. فاحمد الشرع، طبعا الامريكان هم اللي موصلين الخليج يدفع الفلوس، ركزوا من فضلكم. احمد الشرع يعتبر ميليشيا مموله من الخليج بمعرفه الامريكان. عشان كده ترامب بيقول عليه ايه؟ راجلنا، ابننا، احنا اللي قاعدينه هناك. يبقى الموضوع متأصل من سنة كام؟ انا بكلمكم 14 15 16، هنقول 15 او 14. يعني احمد الشرع بيتعامل مع الامريكان وبياخد دعم من الامريكان عن طريق العرب منذ بداية الحراك السوري. الله. لان الحراك السوري لما ابتدى كانت ايران ومن بعدها روسيا، الاثنين داعمين. فاحنا لقينا الامريكان تدخلوا وقلنا ان في خلاف بينهم. دايما باكد على حضراتكم ان مفيش خلاف ابدا ما بين الامريكان وما بين الروس وما بين الصينيين. من فضلكم يعني، من فضلكم، عشان نخلص من المتاهه دي، من فضلكم اعتمدوا الفكره دي، انه لا توجد اي اشكالات او عداءات او اي حاجه ما بين الامريكان والروس والصينيين والهنود. القوى العظمى دي ليها سيستم لوحدها، سيستم لوحدها. طيب، يبقى وصلنا بالكلام اللي احنا بنقوله بالدليل، احنا بنتكلم بالدليل اهو. ايه بالدليل؟
بنقول إن أحمد الشرع كان بيتلقى السلاح وما إلى ذلك عن طريق إنفاق خليجي، وإحنا عشناه بنفسنا جوه دولة الإمارات. إحنا كأمن موازي، أمن قومي موازي، عشناه بنفسنا داخل دولة الإمارات. وقلت من لحضراتكم إن وزير المالية في الوزارة اللي هي بيقولوا عليها وزارة الظل اللي كانوا عاملينها، وزير المالية كان بيشتغل تبع الأمن القومي الموازي العربي. قلت لحضراتكم أنا كانت شخصيتي هناك كان اسمي وليد مستثمر عقاري. وليد مستثمر عقاري، دي كانت أوراقي. يبقى احنا عارفين من بدري قوي 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 في الأمن القومي الموازي إن الشرع عميل أمريكي. ده كده بالدليل، ها، مش بالكلام. طيب الشرع تلقى وتلقى وتلقى، هل سافر، انتقل، قابل، شارك؟ نعم، كان بيسافر بأوراق رسمية بتتعمل له من المخابرات البريطانية بأسماء عديدة، والتقى الكثيرين والكثيرين من رجالات السياسة ورجالات الحرب في دول عديدة، وأخذ بعض من التدريب على موضوع القيادة، وأخذ بعض من التدريب فيما يتعلق ببعض العمليات أو ببعض الفرق الاستخباراتية، وكذلك تعلم الإدارة أو علموه الإدارة بما يتناسب معهم. وبالتالي إحنا قدام عميل الأتراك وقعوا فيه. أيوة، الأتراك كانوا بيعتقدوا إن أحمد الشرع بكل اللي عملوه معاه لحد ما نصبوه إن هم اللي بيعملوا ده. فاكرين زمان لما قلت لكم أنت ممكن تمشي مشوار وأنت فاكر إنك بتعمل حاجة لنفسك ونتيجة لنفسك، وفي الآخر خالص تكتشف إن أنت الحاجة دي نتيجتها مش ليك. الأتراك حصل معاهم كده. احمد الشرع الاتراك بيعتقدوا ان هو ابنهم، وهو اللي يعني هم اللي عملوا له كل حاجه. الكلام ده غلط. الاتراك كانوا بينفذوا مخطط امريكي وهم مش داريانين. بدليل احمد الشرع النهارده بيشتغل ضد مصالح الاتراك في سوريا. لا مش في سوريا بس، في المنطقه. احمد الشرع، ايوه، احمد الشرع بيتعامل مع الصهاينه ومع الامريكان ضد مصالح تركيا والامن القومي الخاص بيها. ايه المصيبه السوداء دي؟ طب لو احمد الشرع اشتغل كده، طب امال هيشتغل ضد مصالح مصر بنفس الطريقة ولا الموضوع مختلف؟ لا لا طبعا. أحمد الشرع مصر في البداية ما اعترفتش بيه لو أنتوا فاكرين، وكان في توصيات من الأمن القومي الموازي. ومش هقول إن إحنا نصحنا النظام المصري، لا لا، إحنا لقينا النظام المصري عنده ما يكفيه إنه يحدد علاقته بأحمد الشرع. أنا محتاج آخد دقيقتين عشان عندي تليفون، في حد في الريسبشن جايب لي حاجة، محتاج آخد دقيقتين بس.
عذرا، سامحونا. نرجع تاني. يبقى الشرع عميل من أول يوم، كان بينفق عليه من خلال دول الخليج بأوامر أمريكية. يبقى مهما قال الشرع وراح وجه، مفيش حاجة اسمها إن ده راجل شريف بيشتغل لصالح بلاده والعبط اللي حضراتكم شايفينه. الشرع ده جاي عشان الوضع السوري ده اللي احنا شايفينه يفضل على ما هو. الوضع السوري يفضل على ما هو، وسوريا يتم تقسيمها التقسيم النهائي اللي هو مخطط وفقا لصفة القرن، بالظبط زي الناس اللي حكموا في العراق على مدار على مدار كل اللي فات. دخلنا ايه في 20 سنة، الناس دي كلها تشتغل. مفيش عراق، مفيش عراق. وبرضه ما يبعتليش حد عراقي يقول لي احنا بنحبك، العراق موجودة غصب عنك. مفيش عراق، بطلوا كده، بطلوا كده. بس اهدوا شوية عشان تفهموا الكلام اللي بنقوله. هو مفيش عراق. طب في سعودية، طب في مصر. هتيجوا نتكلم على السيادة، العراق بيحكمها دونما، انتهينا. دي المرحلة المفروض مخطط ليها لمصر وتركيا والسعودية والجزائر، يحكمها دونما. طب والموجودين، الموجودين ما احنا شرحنا قبل كده موقفهم. الموجودين من الحكام دلوقتي في الدول العربية عندهم عقيدة بين الاتفاقيات السرية اللي ما بينهم، الاتفاقيات السرية اللي ما بينهم وما بين الحلفاء الكبار، هي دي ستبقيهم في الحكم. وانا بقول له بلسان حل الامن القومي الموازي، ولا رئيس دولة عربية ولا اردوغان ولا غيره هتنفعه تحالفاته، والقرار متاخد. فإن لم تبدأوا أنتم بالهجوم ومنتظرين الاعتداء حتى تردوا الاعتداء، فحضراتكم في ديلمة، في متاهة. نرد الاعتداء ازاي؟ هي دولنا عندها ايه ترد بيه؟ بس امسكوا في ايد بعض بس. طب بلاش تمسكوا في ايد بعض، تلامسوا مثل الكائنات التي تتلامس معنا من الفضاء، تلامسوا بأطراف أصابعكم، لعل الطاقة فيما بينكم تنشئ أخوة ولو مؤقتة عن طريق تردد ونبض القلب اللي ماشي في شرايين أطرافكم. اعملوا أي حاجة نبوس رجليكم، اعملوا أي حاجة. ده انتوا كنتوا بدأتوا تعملوا كيانات بالكلام ده من 10 أيام، من 15 يوم. مجرد ما ترامب اهتم بكأس العالم انتوا كمان اهتمتوا بكأس العالم. طب ترامب كان معتدي وكان موجود وكان على الارض وكان بيذل الكل وفضحكم وعر امنكم القومي واسقط عنكم كل ورق التوت وبقيتوا يعني مسخره. انا بتكلم على كل العرب وحكام العرب، بقينا مسخره للعالم كله. بقينا بنتفرج زي ما كنا بنتفرج على طوفان الاقصى، تمام. رجعنا نتفرج على ما يحدث في هرمز في الخليج، وزي ما كنا بنتفرج على ما يحدث في السودان، وزي ما كنا بنتفرج على ما يحدث في العراق. احنا انظمه وشعوب فرجه، نحب السيمه، بنحب السيمه، تمام. طيب يا شعوب السيما، يا اللي بتحبوا السيما، عايز انبهكم لحاجه. تساقطكم حضرات الانظمه، انا مش عايز اقول لكم المخطط مثلا بالنسبه لتركيا. انتوا فاكرين تركيا يعني صعب انها تسقط وفي خلال ساعات؟ انتوا فاكرين كده؟ فاكرين كده؟ طيب هنقول لحضراتكم تركيا ما الذي اعد لها والمخطط او بعض من المخطط لاسقاطها. حضرات العرب يشوفوا ان هم يعني لازم يتدخلوا دلوقتي. طيب يا الله، بصوا يا جماعه، في واضح ان في مشكله في الريسبشن، لان انا شنطي ما جاتش معايا. فانا برضو مش هغيب عليكم
دقيقتين بس اتنين. الغرفة دي أنا ليه مصر عليها وعمال أنزل وأطلع وأمشي بالتليفون وأدور على شاحن وعلى مش عارف إيه؟ لأن الغرفة دي فيها كلام برضه. كانوا امبارح قالوا حاجة في تركيا، والنهارده بعد ما انفض الاجتماع بتاع القيادات العسكرية المصرية لتركيا في حاجة تانية. أنا عندي رسالة المفروض أأديها النهارده، فحضراتكم يعني برضو براحتكم. شكرا أريج، برضو براحتكم. بس أنا يعني أوعدكم إن أنا مش هنزل تاني وأطلع يعني. انا بس في شنطي ما جاتش معايا، فانا نزلت لقيت شنط ناقصه فقلت ناقصه، فهنزل بس دقيقتين من فضلكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب، هنتكلم شويه عن موضوع التركي، لان حضراتكم في كتير من الناس حمانا من تركيا اللي هم فين يا جماعه. لا، المصالحه التركيه اللي كان الامن القومي الموازي، او على لساني انتوا سمعتوني على مدار الخمس ست سنين اللي فاتوا بتكلم عن ضروره المصالحه التركيه المصريه، ضروره المصالحه التركيه العربيه، وكنت بعمل افراح وليالي ملاح واقعد ازرغد لما تركيا تتصالح حتى مع اعدائها من العرب. يعني ساعه ما تركيا اتصالحت مع الامارات واردوغان راح زار الامارات وعملوا له هذا الاستقبال الاسطوري. م? رغم ان الامارات هي اللي كانت بتمول الانقلاب ضد اردوغان، ومحمد دحلان هو المتهم بده، واعلن ده بشكل رسمي في تركيا، وكانوا عايزين راسه وحاطين قدامها فديه. الا ان لما تركيا اعلنت المصالحه مع الامارات انا كنت من اسعد الناس. ليه؟ ما انا كنت عارف الوقت اللي احنا فيه ده، ما مخططاتهم عندنا. طيب، وبعدين المصالحه التركيه السعوديه وقضيه الصحفي خاشوجي والكلام ده، انا كنت من اسعد الناس. وانا قلت ان احنا كامن قومي موازي شاركنا بما لدينا من معلومات ل... يعني للمسانده في ان القضاء التركي يتخذ قراره في تسليم الدعوه للقضاء السعودي يتصرف فيها كيف يشاء. كان في دور كبير جدا للامن القومي الموازي. طبعا حد كان بعت لي قال لي طب السعوديه بقى لما انت عملت الكلام ده ادوك كام؟ السعوديه اديني كام؟ السعوديه النهارده استخبارات السعوديه ملهاش غير رياض، يعني ما فيهاش حد عدو للمملكه غير رياض. ليه؟
لان انا بنسى وانا بتكلم اقول صاحب السمو الملكي، سيدي سمو الامير رئيس الوزراء ولي العهد محمد بن سلمان. هي الامور كده. هو الرئيس السيسي، لما انا بقول رئيس سيسي، هم المصريين بيرتاحوا في مصر؟ لا، فخامه الرئيس السيسي. ما انا عارف الرئيس السيسي ولا تعنيه فخامه ولا تعنيه كلام من ده خالص. بس الحشاكيل يقعدوا لك حد فاسمه فخامه. ها، ويقعد لك السعوديين اسمه سيدي. 100 نيله على دي شعوب، 100 نيله على دي انظمه. ان كان ده خارج من الانظمه يبقى 100 نيله على دي انظمه. عيل في امريكا بي 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 بيمسخر ترامب. انا ما مسخرتش حد من القيادات، بيمسخر ترامب، وترامب لا يملك انه حتى يبعت له حد يقبض عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم لاقى ما لاقى من المهانه على يد من لا قيمه له، من لا قيمه له. ما سمعناش حضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للناس لا تنادوني الا برسول الله، كان منهم من يقول الله يا محمد، هو يا ابا فاطمه، هو يا ابا القاسم. المخابرات السعوديه، المخابرات السعوديه عندها رياض ده، رغم اللي احنا بنعمله كامن قومي موازي لصالح المملكه. بس احنا ما بنعملش لصالح المملكه يعني لصالح الفراغ. احنا بنعمل لصالح بقاء المملكه، لان المملكه عصب. احنا بنشتغل على ده. لكن تعالى انت اقعد كده، بنبقى قاعدين مثلا جماعه كده فينا سعوديين، تعالى وانت قاعد كده اتكلم براحتك، قول ايه الامير محمد او قول محمد بن سلمان، السعودي يقوم ويمشي. السعوديين بيعتبروا ده، يقول لك لا هذا ولاء، هذا ولاء واحترام. ومين قال لك ان احنا ما بنحترمهمش؟ بس كان انا ما فيش غرفه الا لما بقول 10 15 مره ان السبب في قيام الامن القومي الموازي الملك فهد الله يرحمه، ومن بعده الملك عبد الله، والشيخ زايد، وحاكم الكويت، والشيخ خليفه ال ثاني. مش كده؟ ومعمر القذافي اللي هو اذانا كتير جدا، بس كان واحد من الناس اللي عملوا ده. وحسني مبارك، رغم ان انا ما بكرهش حد قده ولا قد عياله ولا قد اسرته، لانهم دول نهبوا مصر ودمروا مصر، وال30 سنه بتوع حسني مبارك دول. انا بقول تاني اهو، لو السيسي قعد يحفر طول عمره ويبني طول عمره، مش هيعرف يبني البني ادم المصري اللي ضاع بسبب فساد مبارك والامتداد في حكم السيسي من الفساد. ورغم كده بقول ايه؟ بقول مبارك ساهم في بدايه هذه المنظومه، وامر عمر سليمان انه يبقى داعم للموضوع ده بعد لما بدانا. فاحنا تيجي بقى عند السعوديين عندهم حساسيه، وبعدين ردود افعالهم كمان لا تطاق. يعني بصراحه بيقولوا كلام غريب قوي وعبيط. يعني يقعد يكلمك في القيم والاخلاق والامير فتيجي تقول له والمواخير، يقول لك انت عندك في مصر وفي عبد وامك ومش عارف ايه. هو انت مين قال لك ان انا بنكر ان عندي في مصر اوسخ من اللي عندك؟ لما انت بتميز اميرك او بتميز حكمك عن الحكم في مصر، ما كانش يجب ان الحكم عندك ينزلق الى تدمير المجتمع. بالنسبه لنا لا، المجتمع بيدمر وفي سياسه لتدميره من ايام عبد الناصر، وكل اللي بيجي مش قادر يعمل حاجه. بالعكس، احنا في الحقبه الاخيره دي، حقبه الرئيس السيسي، احنا التدمير في المجتمع اعلى كتير قوي من مكان. لان الاشبال، اشبال الفساد، كبروا، كبروا بقى لهم اذرع، كل واحد فيهم اصبح اخطبوط. تيجي انت تتكلم السعوديه ما كانش يجب انها تكون كده، ولكن انت مالك؟ مل على جناب اهلك. انا مالي يعني ايه؟ دي بلد الحرمين، بلد ليها معايير خاصه. يطلع لك واحد ملوش لازمه يقول لك خدوا الحرمين دول وريحونا منهم. طبعا ده كله لو المخابرات السعوديه بتسكت عنه، يبقى المخابرات السعوديه راضيه عنه. راضيه عنه ليه؟ لان المخابرات السعوديه ما بتشتغلش للدوله السعوديه وبس، بيشتغل لصالح الامريكان، زي المخابرات المصريه ما بتشتغلش لصالح مصر وبس، بتشتغل لصالح الامريكان او الغرب او اصحاب القوه. فاحنا في احنا موحولين، موحولين كشعوب مع ادارات حكم خايفه تخطو اي خطوه، حرصا منها على ايه؟ بيقول لك على الاستقرار، وانا عندي امانه الناس. السيسي بيقول كده،
السيسي بيقول لك حرصا على الاستقرار. يا ريس، يا ريس، الاستقرار ده هيتسرق في ثانيه زي الكحل من العين. الاستقرار اللي بيتكلم عنه اردوغان ده هيتسرق منه زي الكحل في العين. يا ريس، يا سمو الامير محمد، يا سيدي صاحب السمو، عشان ما حدش يزعل. استقرارك واعتمادك على الاتفاقيات فيما بين ده وده وده ده، كل ده كلام فارغ. ما كنتوش هتلحقوا، انتم تبقوا محل الهجوم. والامور بسيطه، الدوله الصهيونيه بتتخطى كل الحدود، يمكنكم التدخل حرصا على امنكم القومي. الدوله الصهيونيه بتضرب شرق وغرب وشمال ويمين، مش سايبه. تدخلوا بحزم، هنحاربهم يعني؟ تدخلوا بحزم وبعدين نتكلم في الحرب. تدخلوا بحزم، ما تعملوش مؤتمرات. انتوا احسن ناس تعمل مؤتمرات. اعملوا مؤتمر وقولوا في خلال اسبوع ان الحاجه اسرائيل دي ما بطلتش اللي بتعمله ده، احنا هيكون لنا دور تاني. وبعد كده لما يبقى يعدي الاسبوع حضراتكم يبقى لكم دور تاني من فضلكم، يبقى لكم دور تاني. احنا مش هنعلم حضراتكم، انتوا عندكم استراتيجيات وعندكم خبراء في الامن القومي، وعندكم ناس بتاخد منكم تريليونات تريليونات، وعندكم اجانب مسؤولين. انا بستغرب والله العظيم، دول عربيه ودول مسلمه عندهم اجانب مسؤولين عن الامن القومي بتاعهم. نطلع في غرفه ونقول مثلا توصيات الامن القومي الموازي للقيادات العربيه، كل قياده لوحدها المفروض تعمل ايه وتعمل ايه وتعمل ايه ولا ايه. اصل حضراتكم بتقولوا طبعا ان انتوا عندكم الناس وعندكم الخبره وعندكم. حضراتكم هتخرجونا ازاي؟ خلينا احنا مصدقينكم. حضراتكم طبعا بتكلم على كل الدول العربيه وتركيا. اردوغان جعجع كتير، وحب يعمل لنفسه اطار ويلف نفسه بورقه سلفان شفافه في موضوع غزه، وما شفناش منه حاجه. اردوغان اللي بيتكلم امبارح عن اسرائيل ومش اسرائيل وبتعمل اسرائيل، اقتصاده ودورة اقتصاده مع الصهاينة لم تنقطع. طب وداعموا الصهاينة لم تنقطع. داعموا الصهاينة في كل مكان، ليهم علاقات تجارية مع إيران ولم تنقطع. لم تنقطع. لسه لحد امبارح بيهدد إسرائيل طب احنا هنفضل بقى في الكلام ده؟ انا عارف ان الحنجريات دي بيستخدموها علشان يعملوا ما يسمى الردع او شكل من اشكال الردع. ما عادش، والله العظيم بنقول لكم ما عادش ينفع لا الردع الحنجوري ولا الردع بالصمت. إن لم تقوم بمواجهة مباشرة ما يعد الآن في هذه الهدنة وعلى مدار كأس العالم صفعة قوية ستأتي على وجوهكم، وطبعا بالتالي يعاني منها أو من مغبتها شعوبكم من الجوع والفقر والنيلة والمرض. بس في صفعة بتعد يا حكام العرب، صفعة بتعد يا حضرات القادة. يعني حجبها كأس العالم؟ لا يا حضرات القادة، حجبها حاجات تانية ما اعتقدش اجهزتكم تفهم فيها. ايه اللي حجبها؟ ايه اللي حجب الصفعة اللي كان العرب المفروض ياخدوها بعد وصول امريكا للخليج باسبوع 10 ايام بكتير واسبوعين؟ صفعة ايه؟ طب احنا هنشرح هنا، على فكرة احنا بعتنا للدول العربية مراسلنا كالعادة موجود فيها شرح للصفعة اللي كانت بتعد بمجرد وصول امريكا وبداية الضرب الوهمي. يعني ما فيش دولة من الدول العربية ما تعرفش اللي احنا بنقصده دلوقتي في الكلام. الصفعة يا حضرات اللي بلغناكم بيها اللي وقفها انتوا ما تعرفوش السبب اللي وقفها. طب وبعدين الصفعة دي بيعاد من جديد الاعداد ليها، وفي استغلال للوقت اللي احنا فيه، مجرد استغلال. مش مش كاس العالم هو اللي هيغير سياسات وهيغير حروب وهيغير استراتيجيات. بطلوا بقى، في عرضكم بقى، في عرضكم كفايه. شعوب وحكام العرب في عرضكم كفايه.
كفاية. على ذكر ما يحدث للأمن القومي الموازي، لينا 25 فدان كنا حافرينهم بعمق من 45 ل 50 متر تحت الأرض، ومشروع اسمه نيز، مشروع قديم، مشروع قديم من 2008. وقيس بيهم، قيس بالحكومة في مصر بعد ما حطينا البنية التحتية وكلام من ده، في بنية تحتية على العمق ده يعني، بعد ما حطينا البنية التحتية وكلام من ده وبتاع، حد قال لنا الحقوا دول ردموا المشروع. ردموا ايه؟ ردموا 25 فدان بعمق متوسط 47 متر. ردموه ازاي؟ اصلهم هيبيعوا الارض دي للمستثمر. مستثمر ايه؟ البنيه التحتيه المحطوطه تحت تقارب المليار دولار، ومشروع من اخطر المشروعات الخاصه بالسحابيات او بحفظ المعلومات او حاجات كتيره جدا، حاجات كتيره جدا، ومشروع متطور جدا. فاحنا قعدنا بقى ننازع مع الحكومه، حكايه والروايه، حكايه والروايه، حكايه والروايه. النهارده صدر قرار بايه؟ الاراضي دي اللي فيها المشروع ده احواض، كانت الدوله صدرتها بقى بعد ما دامتها صدرتها. النهارده الدوله بتبيع الحوض اللي احنا كنا فيه لمستثمر، م? عشان يبني عليه مساكن، مشروع اسكاني. طب الدوله كده على علم بالمشروع اللي كان بيتم؟ وزير الاسكان ساعتها كان عارف احنا بنحفر ليه وبنعمل ايه، اللي هو محمد ابراهيم سليمان. طيب والاخ الموجود متولي؟ لا، الاخ الموجود اعتقد انه ردم المشروع عن قصد. ليه عن قصد؟ لان احنا شاكين. شاكين؟ لا، احنا متاكدين. كلام اللي طوله خطير، انا قد مسؤوليه كلامي. في تعليمات جت من بره ان المشروع ده يتردم، وتنفذ الردم، ودخلوا المشروع ضمن الاراضي المعروضه لايه. طب ده حتى الاراضي، ملكيه الاراضي بتاعتنا، احنا معانا العقود، الملكيه بتاعت الارض. ردمت وخلاص ماشي، ملكيه الارض انا عندي العقد. لا، هيبيعها. النهارده اكتشفت انه باعها. باعها. ده واحد من اكبر المشاريع الخاصه بالامن القومي الموازي. طب احنا عايزين نقابل الرئيس، لان الموضوع ده، المشروع ده موضوع خطير جدا. طيب في حاجه تاني، حاجات كتير، حاجات كتير. في دونما في وزاره الداخليه وفي الامن الوطني. دونما يعني ناس جواسيس، ضباط جواسيس. الضباط دول قبضوا علشان يعملوا شغل بعينه في المشروعات بتاعه الامن القومي الموازي. يعني إيه؟ في ضباط حرقوا مقرات، وفي ضباط بعتوا لصوص يسرقوا معلومات ويسرقوا اجهزه. الكلام ده كله بالدليل المادي، بتصوير الكاميرات، بالمتابعه للضباط. في ضابط مباحث في الجيزه، في جنوب الجيزه، الضابط ده بيشتغل بقاله 10 سنين، بيدور على المقرات وبيبعت لصوص يشتغلوا على الكلام ده. في ضابط تاني في امن الدوله، ضابط كبير في امن الدوله في اكتوبر، اللي انا حكيت عنه، اللي بيشارك في غسيل الاموال وتهريب الاموال وكلام من ده وبتاع. ده بيغير ملكيه، يعني جايب حد بيكتب باسمه ملكيات المقرات بتاعه الامن الوطني الموازي. بيضربوا الكلام ده فين؟ في الشهر العقاري. ليه؟ معلومات جاله من بره ان الكيانات دي تمحى. ده بنتعامل معاه. في خسائر السنه دي للامن القومي الموازي داخل مصر تقترب من 400 مليون جنيه. طيب السنه اللي فاتت 25
اللي تم فيها الحريق بتاع المقر الرئيس اللي هو كان 3000 متر تحت الارض، خسائر الامن القومي الموازي قد ايه؟ يعني طبعا في مواد، والمواد اللي هي المواد الفعاله وغير الفعاله، المواد بتستخدم في البحوث وكلام من ده وبتاع. انا قلت لكم ان المكان ده هو اللي صدر منه علاج كورونا عن طريق الانف. وحاجه تانية، اللقاح والعلاج، زائد خرجنا منه حاجات تتعلق بقى بالامراض اللي انا حكيتها لكم قبل كده. عارفين الخسائر قد ايه سنه 25 بالنسبه للامن القومي الموازي؟ قد ايه؟ لحد النهارده داخلين في 600 مليون دولار. ليه لحد النهارده؟ هو الحصر ما كانش تم؟ الحصر ما كانش تم من 22 5 2025 لحد ما انا بكلمكم دلوقتي. لسه بتزال اثار الحريق من ال 3000 متر، وبنعمل الشغل مع منظومه ما يسمى بادله جنائيه بس اجنبيه مش مصريه. مفيش مشكله ان انا اقول لكم ان مفيش دوله عربيه ما بتساهمش في دعم اي حد يؤذي الامن القومي العربي الموازي اللي هو احنا. ليه؟ احنا وجودنا بيأكد ان الانظمه دي هشه، احنا مخترقينها ومخترقين الانظمه المعاديه ليها، وشايفين الفساد باجماله فيها. انا من غرفتين ثلاثه قلت للرئيس السيسي، قلت له سيادتك ادينا الملف الفساد، لان انت الملف ده مش تقدر عليه لوحدك، اللي بيشتغلوا معاك فيه في الموضوع ده دونما الرقابه الاداريه كلها ما تنفعش. القضاء مخترق، عندك مشاكل كتيره جدا جدا جدا. تدينا ملف الفساد؟ طبعا مش هيدينا ملف الفساد. ليه؟ لو مسكنا ملف الفساد يخشوا ان احنا المعلومات اللي نلاقيها انها تقترب من كل المسميات الكبيره والقاده، ويخشوا بقى ان احنا كده نبقى مسكنا. لا، احنا مش محتاجين تقولونا ملف الفساد نديره علشان نعرف مين هم الفسده اللي موجودين في البلد. يعني ده ما تخافوش منه، احنا عندنا اوريدي الفسده مين. طب ما تقولونا ملف الفساد وما تدونوش ما تدوناش بيانات عشان تتاكدوا ان احنا عارفين كل حاجه في ملفات الفساد السريه والمعلنه، والمحقق فيها من قبل الرقابه الاداريه والنيابه الاداريه والكلام ده، والمحقق فيها من قبل النيابه العامه، والمحقق فيها من قبل النيابه العسكريه. عندنا ده كله، عندنا ده كله. ما تدوناش حاجه، قولوا لنا ملف الفساد تصرفوا فيه كيف تشاءون. مش هيحصل، مش هيحصل، لان الكل ملطوط. رغم ان انا باكد ان الراجل اللي بيحكم في مصر ده ذمته برلنت، يعني مش حرامي. زي ما باكد ان مبارك كان اكبر حرامي شافته مصر، اكبر حرامي شافته مصر، اكبر حرامي شافته العروبه. لا، بوتفليقه اعلى. لا، مبارك اعلى من بوتفليقه. ده باعتراف جيفري إبستين. جيفري إبستين، لانه جيفري إبستين تعرفوا انه كان بيدير ممتلكات مبارك. جيفري إبستين اياه، بتاع الجزيره. ما هو العلاقه باسره مبارك، هو اللي كان بيديره، كان عنده التوكيلات بتاعت ممتلكات مبارك واسرته بره. فجيفري إبستين قال لا، يعني مبارك لا، اعلى حد مبارك، بعديه يجي بوتفليقه. يا ريس من فضلك، يا ريس من فضلك، احنا النصيحه اللي قدمناها ان انتم كدول كبيره، مصر وتركيا والسعوديه والجزائر، لابد انكم تاخدوا موقف مباشر، موقف فعال، موقف مادي فعال على الارض ضد الصهاينه، عشان نقدر نعدل دفه المنطقه لوقت، يعني مش على طول. يعني الموضوع الدنيا ما هيبداوا يشتغلوا والدنيا هتبقى، فممكن عشان بس نعدل الوجهه بتاعت المركب، لانها خلاص، احنا خلاص ممكن نعمل ده. ممكن يا ريس لو سمحت ترجع لنا الارض بتاعت نيز ال 25 فدان، على الاقل نحفر احنا على حسابنا ونطلع البنيه التحتيه. البنيه التحتيه تتخطى المليار دولار. الوحده الاساسيه ب 300 مليون دولار، وبقيه المنشا اللي هو تحت الارض بالعمق ده تكلفته كانت مليار دولار. احنا نحفر على حسابنا يا ريس ونطلع الحاجه، وخدوا الارض.
اللي خصصتوها لواحد مقاول هيعمل عليها شويه شقق، شويه مساكن. بعتوا ال 25 فدان بكام يا ريس للمقاول ده؟ سيادتك تعرف ان في ال 25 فدان دول تحت رجلك في مليار دولار؟ سياده الريس، احنا ما زلنا بنحصر الخسائر الخاصه بالمقر السري للبحوث التابع للامن القومي الموازي. اسمح لنا سيادتك نبقى نعمل فيديو نبعته لك ولا ننزله؟ نعمل ايه يعني؟ نعمل ايه؟ نشوف الخسائر يعني. احنا ما بنسكتش بالنسبه للعراق، فسادها احنا المتغولين في كشفه. ليه؟ لان اللعبه اللي جايه ما بين ايران والعراق والامريكان دي لعبه امن قومي، الالتفاف حوالين الدول العربيه. معايا ذا؟ طيب الفساد اللي احنا هنكشفه في المملكه العربيه السعوديه مضطرين، مضطرين. الفساد اللي هنتكلم فيه عند السيد تبون ورئيس الجزائري مضطرين. مقبره الفساد الموجوده، مش مقبره، ده انا عايز اقول شلال الفساد الموجود في المغرب وهيضربنا في مقتل، فاحنا مضطرين. الفساد في عند اردوغان مش معارضه بس، في النظام واللعبه بتاعت الاقتصاد واللعبه بتاعت العمله. مضطرين. ما احنا مضطرين لكل حاجه دلوقتي. ليه؟ ليه؟ لازم كله يطلع في وقت واحد والناس حره، تفهم تفهم، ما تفهمش ما تفهمش. طب وهتسيبوا الناس؟ لا، احنا لما هنقول ونتكلم في الفساد احنا هنقول دورنا. دورنا ايه في ده؟ ما احنا قلنا ان احنا في اوقات السلم دعاة مصلحة ودعم للقرار السيادي في الدول العربية. ده عهدنا، ده عهدنا على كتاب الله. وفي اوقات الحرب لما نلاقي ان احنا رايحين في 60 داهية كلنا، بيبقى في دور للامن القومي الموازي على الارض. وقلنا ان من ادوارنا على الارض، اللي عايز يسمع الكلام من ده في غرف على مدار الشهر اللي فات ده كله بتتكلم عن ادوارنا وحاجات عملناها على الارض واتكلمنا فيها واعترفنا بيها، لان احنا لا نخشى احد، لا نخشى الا الله. لا بنخشى الدول العربيه اللي احنا احيانا بنمر بيها او بنقيم بيها بعض الوقت، ولا بنخشى اي دوله تانية حليفه لاي دوله عظمى، ولا بنخشى الكلام ده كله. ايه يعني بالعافيه؟ لا مش بالعافيه، احنا ناس منظمين، احنا ناس منظمين. ما عادش ينفع كمان نتعامل مع دوله دوله. احنا دلوقتي احنا اساسا عندنا في داخل جميع الدول العربيه عندنا منظوماتنا، فاحنا بنشتغل في الاجمال في كل الدول العربيه مره واحده، وبنشتغل ضد مصالح اعدائنا في كل العالم. يا رب يكون الكلام بسيط وسهل. انا اعلنت ان احنا بنشتغل كامن قومي موازي داخل الدول العربيه من حوالي شهرين. قلت ان في عمليات، وقلت ان ضد مصالح الدول المعاديه لينا بنشتغل على المستوى الدولي. واكدت على وجود كيانات في العالم بتشتغل ضد مصالح الدول العظمى نتيجه قهر هذه الدول لشعوب كثيره. يعني احنا عندنا مثلا، هنضرب مثل بسيط يعني، عندنا من العراق ناس بتشتغل ضد المصالح للدول اللي شاركت في تدمير العراق. عندنا من فنزويلا بدأ في فصائل مسلحة. فنزويلا كان لها فصائل على فكرة مسلحة موجودة في أوروبا، آه، وكان في زيها موجود في الصين. فنزويلا دلوقتي عندها فصائل مسلحة موجودة في العالم، اللي هم مين؟ اللي هم ضد اللي حصل في بلادهم. طب ما هو مادورو كان يستاهل؟ ما هو انت مش فاهم حاجة.
ومش فاهم الست اللي قاعده بتحكم دي بتحكم وفقا لشروط مين؟ انت مش فاهم ان امريكا احتلت فنزويلا؟ احتلت فنزويلا؟ ما في اشكال جديده من الاحتلال، انت بس مش واخد بالك. وعليه سياده الرئيس كنا طلبنا في اللقاء السابق حمايه من فضلكم يعني لاهالينا، ولا هتفضلوا تستنزفوا فينا؟ وكنا طلبنا من ولي العهد السعودي فتح التحقيق في مقتل زميلنا المستشار لطفي مدني، وطلبنا من سمو ولي العهد انه ابن هذا الرجل معاق ذهنيا، وهو ابنه شاب كبير، بس اللي كان بيرعاه كان ابوه. ابنه حاليا موجود في مجمع اسمه مجمع الخبر، مدارس خاصة بالناس دي. طلبنا من ولي العهد كحد ادنى، من فضلك خد سلطان ابن لطفي مدني تحت رعايتك. ابوه مات، ابوه اتقتل على ايد جماعة نايف الاجرامية مع سعد الجبري. ابوه اتقتل. ابوه كان الصلة فيما بين الامن القومي الموازي وجلالة الملك عبد الله، كان الصلة فيما بين الامن القومي الموازي وجلالة الملك فهد سمو الامير. ابوه كان الصلة فيما بين الامن القومي الموازي وما بين والدك الملك سلمان بن عبد العزيز. يعني ده كان رجل المملكة داخل الامن القومي الموازي، تم اغتياله بمعرفة الجبري والنوايف واحمد وغيره. على فكرة ده اول مواطن سعودي يغتال وما يطلعلوش دية، او يقتل بلاش يغتال وما يطلعلوش دية، ويحار في دمه او تحار في دمه القبائل. معقولة؟ معقولة؟ حضرة الأخ الدبيبة في ليبيا يرجى التحقيق. أنت النهاردة جنبت رئيس المخابرات أو امبارح، خطوة جيدة. ثم يرجى التحقيق في مقتل وتمزيق تمثيل بالجثة الخاصة باللواء علي البشتي مدير مخابرات العاصمة الأسبق، لأنه زميلنا في الأمن القومي. إخواتنا الكيزان في السودان، ما عارفين إن أنتوا اللي في الحكم، مفيش حاجة جديدة. الكيزان آل البشير بشراكم قد قسمتم السودان، ونحن لكم بالمرصاد. نحن لكم بالمرصاد. تشريد الشعب السوداني بالشكل ده لن يمر، لن يمر. اخونا الشرع نرجع له تاني. اي حاكم عربي هيتعامل مع دعم الشرع فهو بيدعم المخطط الصهيوني في الاستحواذ على كل دول المنطقة. نقول تاني، اي حاكم عربي، احنا كنا الموقف ده كان بيننا وبين اردوغان مشاكل كبيرة لدعمه للشرع. اردوغان افاق وعايز اقول ان هو مخلي اغلو يتكلم، لان اردوغان في حرج. اردوغان طلع وقال ده ابننا واحنا اللي قعدنا له مكناه وسوريا بقت جديده، والامن القومي التركي هيستفيد بوجوده، بان ما بيش فيه مش هيبقى فيه قلاقل ولا فيه قوات اجنبيه في جنوب تركيا ولا. وطلع الحاج اردوغان واكل بقلاوه. مش انا كنت دايما متهم باكل بقلاوه اردوغان، لا الحاج اردوغان المره دي ولا كل بقلاوه. تبين ان اللي ورا الشرع مش تركيا، ولا تركيا بتلعب لصالح الامريكان مع الشرع ابدا. تبين ان الاتراك كلوا البقلاوه، وان الشرع كان بيخطط ويؤسس لوجوده في سوريا من 2014 عن طريق الامريكان والانجليز. سياده الرئيس السيسي
إن لم يتفق معك أردوغان وابن سلمان وتبون أو تبون والدبيبة يدعمك، حفتر طبعا سيادتك يا ريت بلاش حفتر. حفتر بيدعم قوات ميليشيات مسلحة في جنوب ليبيا، تدريب وإنزال ودعم وكل حاجة، ورايحين ناحية الشمال بيحتلوا الآبار بتاعة المياه وبيحتلوا الآبار بتاعة البترول. وأنا عارف إن طبعا النظام المصري شايف الكلام ده، بس اللي بيعمله حفتر ده ضد الأمن القومي المصري، لأن اللي هو بيحتل لهم الأرض مش ليبيين. المجموعة اللي أسستها أو اللي المجموعة اللي كانت بناء على اتفاق 2014 في قطر في الدوحة في موضوع المشاركة ما بين الطوارق والتبو، سيادة رئيس السيسي، حتى وإن كان هذا مخالفا لمبادئك أو لرؤيتك، نقولها وبملء الفم: الأمن القومي الموازي مستعد لأي شيء للمساعدة بمعلوماته طبعا، معلوماته اللي هي معلوماته المتفردة بتاعته هو، معلوماتنا احنا كأمن قومي موازي مستعدين بكل معلوماتنا، مستعدين بكل أدواتنا، بس ما نرجوه هو أن يكون هناك موقف حازم. الصمت، الصمت والموالاة بالكلام فيما بين الأتراك والسعوديين والمصريين سيؤدي لمشكلة كبيرة جدا في الداخل المصري وفي العلاقات الخارجية المصرية، يعني تهديد مباشر للأمن القومي المصري. سيادة الرئيس فتح السيسي، لا يجب في هذا الوقت أن تكون سياسة الموائمات. الموائمات يا فندم، أنا مش يعني أنا مش بعلم سيادتك، آه، لا، احنا عندنا مستشارين كبار نتكلم عن لسانهم. الموائمات ده مش وقتها، مرحلة الموائمات عدت. المرحلة دي إما اتخاذ موقف وعمل مباشر وجدي لإيقاف ما يحدث في محيطنا. طبعا لو خدنا القرار ده يمكن يؤثر على بالإيجاب طبعا على السودان. لو خدنا القرار ده قد يؤثر بالإيجاب على سوريا. لو خدنا القرار ده قد يؤثر بالإيجاب على لبنان. هي ليه يا فندم ليبيا ما توحدتش الوقت ده كله؟ هما سايبينها لنا ليه مفتوحة كده؟ سايبين لنا الجبهة دي اللي هي على مدى 1000 كيلو على حدودنا الغربية، ليه سايبينها لنا مفتوحة كده؟ ايه البلد دي مش هتتلم تاني تبقى بلد ولا ايه؟ طب وده يضر مين؟ احنا بس المضرورين. اللي بيحصل في السودان احنا المضرورين، اللي بيحصل في سوريا ولبنان مضرورين، بيحصل في غزة مضرورين، بيحصل في العراق هدم للأمن القومي العربي. سيادة الرئيس السيسي، نتمنى أن تصل كلمتنا مختصرها أن الموقف الحالي لا علاقة له بما قد كان، وإنما الموقف الحالي سيترتب عليه فيما سيكون مخاطرة تصل إلى حد تهديد البقاء والوجود للدولة المصرية. كذلك الرئيس أردوغان، نجحت كتير يا سيادة الرئيس أردوغان في موضوع المعارضة والتأليف والدفع والدعم والكلام ده كله. سيادة الرئيس أردوغان، هناك من الدون ما حولك نعلم من هم، احذر ثم احذر ثم احذر. هناك تهديد للنظام التركي بالتغيير وبشكل مباشر وسريع. سمو الأمير محمد بن سلمان، لو حابب أقول لك يعني حضرة صاحب السمو سيدي محمد بن سلمان ولي العهد رئيس الوزراء، ما عنديش مشكلة ما دام الكلام ده بيتعب الذباب وبيتعب المخابرات السعودية. إيه المشكلة؟ رغم إن أنا أكبر منك في السن، بس إيه المشكلة؟ لو ده هيخلي السعوديين يسمعوا ويخلي كلامنا يوصل لك مفيش مشكلة. سمو الأمير، الأمانة لديك مختلفة شوية.
الأمانة لديك هي أمانة أمة، أمانة أمة قوامها 2 مليار، والعدو يعمل على تمزيق حكم آل سعود بخطة لها بديل وبديل وبديل، وكانت هذه الخطة قاب قوسين أو أدنى من أن تنفذ، أو تنفذ واحدة منها منذ شهر ونصف أثناء وجود الأمريكان في الخليج. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس الوزراء ولي العهد، نرجو العمل على ما أوصينا به السيد خالد، نرجو العمل سموكم على ما أوصينا به السيد خالد منذ أكثر من شهرين، وحتى ما قبل أمس، يعني أول أمس كان في وصية لدى السيد خالد يرجى النظر، يرجى العمل عليها، يرجى حضرة صاحب السمو، يرجى. لا إله إلا الله. سيد رئيس السيسي، سيادة الرئيس صاحب الفخامة سيادة الرئيس السيسي، كفى الأمن القومي الموازي خسائر على الأرض المصرية، وإن لم يتم وقف نشاط هؤلاء الضباط من الدنمة سواء في الأمن الوطني أو في الجيش أو في الشرطة، نحن لن نهدد، سننتظر إن شاء الله قراركم. لن ننتظر كثيرا لأن الوقت مش لصالحنا، ما يدور حولنا حول مصر بلدنا، وحول هؤلاء 109 مليون مواطن مصري وضيوفهم، حول 120 مليون وأكثر، أمور تتم بسرعة شديدة جدا. نحن أبدا لم نهدد أي نظام عربي ولن نهدد أي نظام عربي، ولكن نستأذن في اتخاذ القرارات الضرورية في مواجهة الدنمة داخل الأنظمة العربية الذين يتعاملون مع مصالح الأمن القومي الموازي بشكل يمثل اعتداء مباشر، وهم مدعومين، نعرفهم ونعرف من وراءهم ومن أين يأتيهم الدعم ولماذا يتقصدون أو يترصدون الأمن القومي الموازي في ممتلكاته ومراكز بحوثه ومشروعاته الصناعية والتجارية. سيادة الرئيس السيسي، من فضل حضرتك، من فضلك يا فندم، توقف نزيف الدنمة ضد الأمن القومي الموازي. إذا الدنمة اتخذوا قرار التصدي للأمن القومي الموازي، فأعتقد أن الأمن الموازي من حقه، أنا أعتقد أن إحنا من حقنا نتخذ القرار في مواجهة الدنمة، ولكننا نحترم الدولة، نحترم سلطان الدولة، نحترم قائد الدولة، نحترم القانون، نحترم القانون. لن نطالب ها هنا على الهوى وأمام الناس بالحقوق وما تم عمله من هؤلاء الضباط. لن نتحدث عن تغيير ملكيات في الشهر العقاري بالتزوير. مين اللي ورا ده؟ احنا عارفين مين اللي ورا ده، احنا عارفين مين اللي ورا ده. الامن القومي الموازي يا فندم اللي بيتعامل ضده سواء كان في الامارات او في السعوديه او في اي حته، هي المجموعه اللي كانت بتمول عن طريق الموساد من خلال جيفري إبستين، المجموعه اللي في ابو ظبي،
واللي ليها فروع في السعودية، وليها فروع في الكويت وفي قطر، البحرين، سلطنة عمان، المجموعة اللي بتدعم بالسلاح في غرب السودان، المجموعة اللي كانت بتحاول تستقطع جزء من أرض الجزائر في الجنوب، هم نفسهم. سيادة الرئيس السيسي، يرجى اللقاء، يرجى اللقاء. ما لدينا هو موضوع أمن قومي، أمن قومي. علينا أن نقوم بتسليم ما لدينا إلى من نأتمنه، ونحن لا نأتمن في مصر غيركم. سيادة الرئيس، يرجى اللقاء حتى نقوم بتسليم الأمانة، فهذا هو موعد هذه الأمانة. والأمانة شيء عظيم جلل. جاء الوقت الذي يجب أن تتسلمون سيادتكم فيه هذه الأمانة، وأنتم أهل الله، أنتم أهل هذه الأمانة. رئيس أردوغان، حذاري 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 حذاري، ليس من المال الساخن، وإنما ممن هم وراء المال البارد، المال المعبأ في حاويات. الأمير محمد بن سلمان، خط الجنوب وخط الشمال، واترك خط الشرق لنا، لكن عليكم سمو الأمير أن تعنى بخط الشمال، أيما عناية، رقابة من حديد. عليكم أن تعنى بخط الجنوب. أما خط الشرق فهو خليط من القوى العظمى. الأمن القومي الموازي يلعب في هذا الاتجاه لعبا مؤثرا. وعن خط الجنوب، الأمن القومي الموازي مستعد لتقديم كل الدعم المعلوماتي واللوجستي للمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بحدودها الجنوبية. كذلك عن خط الشمال، وهو خط في منتهى الخطورة، الخط اللي الصهاينة ممكن يوصلوا له في ساعات، يفرضوه، يفرضوه. مستعدين لتقديم كل الدعم والمعلومات عن كل ما يحدث في المنطقة الشمالية من إقليم العلا وتبوك وشمال تبوك حتى الحدود الأردنية وما دون الحدود الأردنية داخل الأردن. مستعدين لتقديم المملكة العربية السعودية كل المعلومات عما يحقق هناك، لأنها منطقة تقريبا ينون عزلها في القريب العاجل، ضمها يعني، بحجة الأمن القومي الصهيوني والدولة الوليدة. لحد دلوقتي أنا اللي عايز أقوله قلته، وأرجو إن أنا ما أكونش، طبعا اختياري زمن الغرفة ده اختيار البلد اللي أنا فيه، واختيار الوقت اللي أنا نزلت منه من الطيارة، وحاجات كتير كده. بس أنا كنت محتاج أقول الكلمتين دول لعلة، وأنا أنهيت. وما أعتقدش إن في حد سأل حاجة وما ردتش عليها وعليه. اسمحوا لي إني أختم الغرفة. إذا كان في حد يا جماعة قبل ما أقفل، إذا كان في حد عنده أي سؤال، أي استفسار يحب يحطه على الشات، اتفضل. إحنا مع بعض دقيقتين، بعد كده نختم الغرفة. وأرجو إن حضراتكم ما تعتقدوش الغرفة دي خفيفة وبسيطة. الغرفة يعني موجهة لمن هو عنده إلمام باللي إحنا قلناه قبل كده، لكن هي مش موجهة لحضراتكم، هي موجهة لمن تعنيه هذه المعلومات. إن شاء الله خير، إن شاء الله خير يا زاد. وبعدين مش ممكن نكون بنتعامل في ملفات بالمستوى ده ونكون يعني
من البساطة بمكان إن هم هم اللي بيدوروا عليه منشآت يجوا يسرقوها بالليل، يجوا يردموها بالليل، يجوا يحرقوها بالليل. وعلى فكرة احنا رسمي كنا طالبين منهم حراسات، بس هم ما بيصرفوش الحراسات لمراكز البحث، وتتصرف لأشياء تانية، تتصرف لأشياء تانية. هي تبيان، انت تقصد الموضوع بتاع الدهابة اللي هو على الحدود المصرية السودانية من ناحية الشرق في الوادي الراجع، نعمل لها غرفة حظر. أيوة وليد، الحملة الإعلامية على السوشيال ميديا والمنصة. اه طبعا 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 طبعا. مسرح العمليات يا وليد المصري السوداني قائم، مش لسه إعداد، قائم بالفعل. إسلام اتفضل. تبيان تمام. ست عبير بتسألنا عن نخنوخ أخباره إيه؟ أعتقد يعني بياكل 3 طقات، لسه في حاجة جاية أصعب من نخنوخ كتير. مع الأسف يا إسلام المنصة لا، عشان الغرف دي مسجلة وبتطلع على اليوتيوب. لا، في نخنوخ، في أعمق من نخنوخ بكتير كتير. ما هو يا إسلام لو جبتني بنج في غرفة، أنا مواعيدي غير مواعيدكم، بمعنى ساعات ببقى نايم وبقوم من النوم ألاقي بنج، خد بالك. ساعات ببقى يعني قول لي قبلها، ابعت لي قبلها حالا الآن. ليه الموضوع يعني؟ ليه يا إسلام؟ مين اللي هم قاعدين دول؟ مين اللي هم قاعدين يا عم إسلام؟ ما هم قاعدين من 6 سنين يا عم إسلام، لا قدموا ولا أخروا. ما أنت عارف، كله كلام فارغ، وعمالين يرددوا كلام الإعلام ويحللوا وينظروا، ولا إيه؟ تعالوا يا آه، إسلام. مساء الخير يا دكتور، اخبار حضرتك؟ او صباح الخير بقى زي ما يكون عند حضرتك التوقيت يعني. مساء النور عليك، أهلا بيك يا ابني. ربنا يبارك في حضرتك. هم مجموعه من الاصدقاء كانوا قاعدين كده، وكنت طرحت عليهم كام نقطه. لكن اتوقع ان حضرتك لو يعني الغرفه دي انتهت او خلاص يعني شرفت على الانتهاء يعني، فانا ممكن اعمل لحضرتك بنج في غرفه تانية، هي غرفه صغيره خاصه يعني. لو عند حضرتك وقت دلوقتي، بحيث ان هم ي- يستفيدوا من خبره حضرتك، وممكن حضرتك تحطهم على أول الطريق يعني، إن هم ينطلقوا ويتحركوا. فلو ده مناسب لحضرتك تمام، مش مناسب دلوقتي ممكن يكون في وقت تاني يعني يكون مناسب لحضرتك. في واحد تحت بيقول لك دي غرفة إخوانية رد عليه. لا لا، لا أنا لا، مش غرفة إخوانية طبعا، وأنا إخوان لكن هم مش إخواني يعني، هم أصدقاء أعزائي يعني. عشان خاطرك أنا هقبل الدعوة وهقفل هنا دلوقتي وأروح عنده. ماشي يا دكتور، ربنا يبارك. من تحت أمرك. شكرا لحضرتك. أنا هعمل بنج لحضرتك حالا دلوقتي. حاضر، شكرا شكرا. لحضرتك. شكرا ليك يا إسلام. يا جماعة، في الغرفة الست عبير بتقول ليه طيب عبد العزيز مصر والسودان على وشك انفجار مشكلة. طبعا كلامك مظبوط يا عبد العزيز. ست عبير بتقول ليه طيب ما بيجوا هنا نستفيد مع بعض. الله، ما انت عارفة النظام هنا على المنصة يا ست عبير. هي أستاذة، هي مراقبة الثانوية العامة أثرت فيكي ولا إيه؟ مظبوط يا عبد العزيز، مصر والسودان على وشك انفجار. اعملوا لنا دعوة. حاضر، حاضر. شكلك عايزة تمشي كلاب هاوس على كيفك يا أستاذة. ماشي. أثرت طبعا، أنا عارف الثانوية العامة بتأثر. أنا متابع مستويات الغش اللي موجودة دلوقتي في مصر. ده مش امتحان، كده عيب. كده عيب، ده الفساد دخل في الغش. عيب. ومين الفرحان ده اللي بيدفع في فلوس لعياله، اللي عياله ولا لبنته علشان تغش ويكسب وتنجح؟ مين الأهبل ده؟ الشعب بقى كله دماغه مش مظبوطة. عيب.
عيب تبيعوا القيم بكلام فارغ، عيب عيب عيب. اسمحوا لنا نقفل هنا. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، نترككم في رعاية الله وأمنه وحجاه ومبتغاه ورضاه عنكم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.